السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا حبيباتي الغاليات في فيديو جديد على القناه ووصفه جديده. اليوم البنات غنهضر لكم على التجربه ديالتي مع كلف الولاده اللي وتسبغات الجلد اللي حصلت لي في فتره الحمل، وكيفاش تخلصت منهم من بعد ما ولدت بفضل الله. بفضل هاد الوصفه اللي غادي نقدم لكم دابا البنات. غنقول لكم بعجاله. فملي كنت حامله كان عندي واحد المشكل في الولاده، كنت كناخذ واحد ليباري، واحد البراوات مثبتات، براوات هادوك البراوات من ضمن واش كيقولوا لهم الاعراض او المضاعفات ديالهم انهم كيخليو هاد التسبغات، كيديروا الكلف في الوجه، كيديروا الحبوب. الحمد لله انني جاني الكلف او جاوني غير تسبغات في الجسم ديالي كامله، هما من عنقي حتى رجليا، حتى شي بلاصه ما سلمات، من غير الوجه ديالي الحمد لله اللي ما تقاش ليا بالكلف نهائيا او بهاد التسبغات، فقط تقاس ليا بالحبوب. وجهي كان ولا ليا عامر بالحبوب. غير ولدت ما كاينش شي 10 ايام بدا كيحيد، سبحان الله داكشي ديال الله. المهم كما قلت لكم الكلف جاني وبقيت كنعاني منه صراحه الله، عذبني عصبني. من بين الوصفات او الوصفه اللي كنت كندير دائما كل مره كنمشي الحمام كنت كنديرها هي هذه اللي غنعطيكم دابا. غزاله بزاف، كتنقي اللحم، كتحيد هذيك الجلده الميته، هذيك الكحوليه وديك الجلده الكحله كتبدا تحيد بالتدريج من حد ما عندك انت كديري فيها، وديك القشور وداك الوسخ كامل كيحيد. وصفه سهله بزاف وفيها اعشاب زوينين، ريحتها زوينه، اعشاب من الطبيعه طبيعيين. سبحان الله كما كنقول لكم دائما الطبيعه كتجود علينا بخيرات كثيره، خاصنا غير نعرفوا كيفاش نستعملوهم. غنبدا في المكونات شنو هما، وكذلك غنقول لكم الطريقه ديال الاستعمال الصحيحه. بقوا معايا حتى الاخر. الكبيدات ديالي الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه كنتمنى طلب وليس امر، كنتمنى انكم ديروا لي جيم، تشتركوا في القناه وباش توصلوا بالجديد، كذلك تبارطاجيو الفيديو مع حباباتكم صحاباتكم اللي تحسوا انهم محتاجين لهذه الوصفه. غادي نبدا بالمكونات. اول مكون عندي هو العرعار. العرعار البنات خطير في التبييض، كذلك زوين للوجه، كنستعملوا الوجهي اللحمي والشعري، 3 في 1. ثاني شيء عندي حبيبتي هو الورد والريحان، الورد والريحان. ثالث حاجه عندي هو الشيح. الشيح كذلك زوين بزاف، مطهر، عنده بزاف ديال الفوائد على الجسم ديالنا. ها هو البنات. عندي كذلك الزعتر، ها هو، وعندي الخزامه، ها هي، كلشي مطحون. وعندي صابون البلدي ديالنا المغربي. غتقولوا لي حنان علاش ما كايناش الحنه؟ انا بصراحه ما كتوافقنيش الحنه، ما كنديرهاش اللحمي نهائيا، حيت كنحس بها كل مره ما كنديرها كنحس بها ما تعطينيش شي ريزولطا، كنحس بلي الجسم ديالي ما غير ما كيزيد ازرا كيزيد يتصبغ، فهمتوا؟ بحال كتخلي لحمي فيه تسبغات، كل واحد والجسم ديالو. انا الحنه ما كتوافقنيش نهائيا، دونك ما بقيتش كنديرها. كندير الصابون البلدي مع هاد الاعشاب. غنوريكم دابا كيفاش غادي نخلطوهم، كذلك غنقول لكم الطريقه اللي تستعملوا فيهم وشحال ديال المقادير وشحال خديت. انا خديت هاد كل حاجه، خديت من الورد فقط اللي خديت منه 5 دراهم، وهادو كاملين 3 دراهم. هادو كلشي 3 دراهم. الورد اللي ما تعطيوش فيه 3 دراهم، خديت 5 ديال الدراهم حيت غالي. غادي ناخذ قرعه زجاجيه، هاد القرعه هذه سالات ليا، شفتوا؟ غسليها وعقميها، وغادي نخلط فيها هذا الشيء، ومن بعد غنقول لكم كيفاش ديروا ليه. غناخذ تقريبا 5 المعالق من كل مكون، حيت انا كندير كما قلت لكم بزاف، وحتى كنبغي انا نقول لكم علاش غندير 5. 2 3 4 المعلقه ما عمراش تبسيل بعيد عليا. ها هي 5. خديت 5 المعالق من العرعار. غناخذ 5 المعالق من الزعتر، 1 2. هادشي شريه وجيبيه لدارك ونقيه. 4.
طحنيه على يدك بلا ما تشريه مطحون، جيبيهم يكونوا جداد على يدك، تشوفيهم تشوفي شنو فيهم. دابا هاد الزعتر درتو كامل، يلا عطاني 5 المعالق. كذلك الزعتر الخزامه ندير منها 5 3 4. كنظن هاد القرعه ما غاديش تقدني حيت بان لي بدات كتعمر. المهم نكمل البنات ونبدل قرعه اخرى وغندير الشي حتى هو 5 المعالق. 1 2 3 4 5. القرعه ما غاديش تقدنا البنات، غادي نمشي نجيب قرعه اخرى وغادي نجي. بقاو معايا البنات، خليني نوقف الفيديو ونعاود نولي. غادي نخلط كلشي هنا البنات نخلطوا سلطه. المهم حبيباتي غنخلطوا كلشي هنا، حيت منين غنبقى نحط حاجه على حاجه شي غيبقى لتحت شي غيبقى الفوق، ما غاديش نشوفوا شحال ديال واش هادشي تخلط ولا لا. غندير الورد كامل حيت كنظنوا كامل 5 المعالق، وغندير كذلك الريحان كامل. كندير كميه كبيره غير باش ما نبقاش كل مره غاديه جايبه 2 درهم ولا 2 دراهم ونطحن. اللهم هاد الكميه غدير ليا شحال ديال الوقت، شهرين ولا اكثر كاع، وثمن رخيص زعما ماشي شي حاجه اللي غاليه، والنتيجه ديالها روعه. خلطي مزيان حتى كلشي يندمج لك مع بعضياتهم. هاد العشوب كاملين الريحه ديالهم روعه، غزاله يا سلام. هانتوما البنات حركت كلشي. منين غتحركي هادشي ديري انت، المهم ديري انت القد اللي غادي يوالمك. المهم ان كل حاجه تكون قد متساويه، المعالق يكونوا متساويين. منين خلط الغزالات ديالي هاد الشيء هذا غادي تشدي. مثلا انا اليوم باغيه نمشي للحمام، قبل النهار اللي قبل كتمشي كتجيبي الصابون البلدي العادي المغربي العادي، ها هو عندي انا في هذا الحك دايراه. كتجيبيه وكتاخدي واحد سوبيره او مهم ديك الطويسه اللي غدي معاك الحمام، كتاخدي معلقه كبيره هكا قد هكذا عامره، معلقه كبيره من هاد العشوب، كتزيدي عليهم 2 معالق ديال الصابون البلدي، معلقه كبيره ياكو مع 2 معالق كبار ديال الصابون البلدي. كتخلطيهم مزيان في الليل الغد غتمشي للحمام، كتخلطيهم مزيان وكتخليهم محطوطين في ديك السوبيره. الغد ملي كتمشي للحمام اول ما كتدخلي للحمام ما كتغسليش بالماء نهائيا. انت يلاه دخلتي للحمام ما تغسليش الجسم ديالك بالماء، خليه هكاك. كتجلسي كتطلي هاد الوصفه هادي صابون البلدي، كديري لحمك مزيان وكتجلسي في السخون قد ما قدرتي تصبري وانتي في السخون 5 دقائق ولا اقل. المهم كل واحد وشحال غادي يقدر. جلسي واسترخاي وخليه الجسم ديالك يشرب هذوك الاعشاب، وخليه منين تفوت هذيك 5 دقائق غادي تشلي وغتبداي لاله مولاتي تجبدي لي على الدراع ديالك الا عندك شي دراع الا عندك شي دراع يبانوا عليك. المهم كتجبدي كتاخدي شي كيس يكون ديال القلب، ما ديش كيس عيان يعصبك، لا دي شي كيس يكون حرش زوين على حساب كل واحد، كاين اللي كيبغي الرطب وكاين اللي كيبغي الحرش. المهم كيس يخرج لك الوسخ. جلسي يا لاله مولاتي بداي تحكي ما غاديش يتقطع، غيسطيك، غتحسي بالجسم ديالك القشور كيحيدوا، انت كتحكي وداكشي كيعاود يولي يتزاد، كتحكي وكيعاود يولي يتزاد. ركزي على البلايص اللي عندك كحلين، ركزي عليهم. البلايص اللي فيهم تسبقات وفيهم الكلف ركزي عليهم، عطيهم حكه تاع القلب. حكي مزيان 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 حتى تنقاي، ما تخليه حتى شي حاجه. بغيتو تزيدوا الحنه بالنسبه للناس اللي كتوافقهم الحنه زيدوا الحنه، بالنسبه لي انا ما كنديرهاش. زيدوا الحنه وحكوا. حكي يا مولاتي حكي ليا مزيان وشوفي النتيجه وحكي وتفكريني وقولي قالتها حنان. ملي غتسالي الحكام شلي اللحم ديالك وكملي العمان ديالك عادي. منين تجي للدار ديري شي كريم يكون مرطب دهني به البشره ديال الجسم ديالك غير باش ما ينشفش ليك.
وتفكريني غتلقاي واحد النتيجه غزاله. كانت هي هذه الحلقه ديال اليوم، شاركت معكم، ما خبيت عليكم حتى شي حاجه البنات. شاركت معكم الوصفه اللي كندير، من بين الوصفات كندير بزاف الوصفات صراحه الله عزيز عليا نمشي الحمام محمله بالوصفات. شاركت معكم الوصفه اللي كندير انا اللي عاونتني انني حديت من هذاك الكلف او مشى تقريبا ما بقاش فيا الحمد لله بهاد الوصفات. زوينه، جربوها وخليوا لي في التعاليق الا كنتو او الا كنتو مهتمين. بارطاجيو الفيديو مع صحاباتكم. بسلامه البنات، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، دمتم سالمين غانمين، حتى نلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. الى اللقاء.